طول عمرنا او خدنا الحصه اللي فاتت الاليمنت، صح؟ قلنا ان الاليمنت اتقسمت كام تقسيمه؟ فاكرين؟ تقسيمتين، ايه وايه؟ انا عايزك تبص على البورد فكرني. ميتال ونون، ميتال ونون، ده اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت. بالنسبه للناس يا جماعه اللي ما حضرتش الحصه اللي فاتت، ممكن لو سمحت تقدر تسمع الحصه تاني مره تانيه على اليوتيوب، الحصه اللي فاتت. خلاص؟ طيب تقدر تسمع الحصه اللي فاتت تاني على اليوتيوب، خلاص؟ فلو سمحت، لو سمحت ما تكبرش دماغك وتنفض، ومش عايز اسمع صوت في القاعه، عايز الناس ترد عليا. الاليمنت اتقسمت كام جزء؟ 2. ميتال ونون. طبعا في حاجه اسمها ميتالويد وحاجه اسمها نوبل جاز. اوتر موست انرجي ليفل في الميتال بيكون كام؟ لزن كام؟ لزن كام؟ لزن كام؟ يعني اخره كام او كام او كام؟ 1 او 2 او 3. طب لو اخره 5 او 6 او 7 يبقى اسمه؟ لو اخره 5 او 6 او 7 يبقى اسمه؟ قلنا ان الميتال ده بيعمل حاجه اسمها لوز، بيفقد، والنون ميتال بيعمل حاجه اسمها مستر انا مش فاهم، فهمني اكتر. تعال افهمك، تعال افكرك، تعال نفتكر كده مع بعض اللي احنا خدناه. قلنا لو انا جيت ورحت قايل ام جي 12 وزع، ها 2 8 2 اخره كام؟ يفقد ولا يكتسب؟ يفقد. يفقد كام؟ يفقد 2 الكترون، صح؟ فبقى معنى ان هو يفقد 2 الكترون فبقى اسمه ايه؟ ميتا، يعني بقى ام جي 12، فبقى 2 8 بس. بنحط فوق بوزيتيف كام؟ كل ده احنا خدناه الترم الاولاني، صح؟ طيب معلش يا طيب لما اجي اقول لك مثلا اف 9 وزع كده 2 كام؟ 2 7 اخره كام؟ لوز ولا جين؟ جين كام؟ جين 1 الكترون. فعشان كده هنقول ان الاف 2 8 هنحط فوق نيجاتيف 1، صح؟ يبقى من الاخر يا جماعه اللي انا عايز اقوله، لو انا اخري 1 او 2 او 3 بنشيلهم، لو اخري 5 او 6 او 7 بحط عليهم. دي كانت الترم الاول، مين قاعد مش عارفها؟ لان لو مش عارفها هعيدها، لازم تكون عارفها كويس. قول لو انت مش عارفها. يبقى تاني، لو اخري كام او كام او كام؟ 1 او 2 او 3. بصي لقيتي اخر مستوى طاقه فيه 1 او 2 او 3 شيليهم. خلاص؟ لو اخري 5 او 6 او 7 احط عليهم. طب احط عليهم كام؟ لحد ما يكتملوا يبقوا 8. طب ال7 احط عليه كام؟ 1. طب ال6 احط عليه كام؟ 2. طب ال5 احط عليه كام؟ امين يا ابن عمي؟ امين. يبقى تاني، الميتال اخره كام؟ 1 2 3. اشيلهم ولا احط عليهم؟ اشيلهم. امال النون ميتال 5 6 7 اشيلهم ولا احط عليهم؟ يبقى الميتال اشيلهم والنون ميتال احط عليهم لحد ما يكتملوا يبقوا 8. حلو حلو. هستفاد من ده ايه يا مستر؟ تعال افكرك الحاجات دي هستفاد منها ايه. انا بستفاد من اليمنت اعرف ان كان لوز ولا جين عشان اعمل حاجه اسمها كومباوند. ركز بقى معايا، انا دلوقتي النهارده الحصه بتاعت النهارده انا جاي اتعلم الكومباوند. مستعدين؟ اي كومباوند في الدنيا بعمله ازاي؟ ركز. يبقى انا عايز اعرف اعمل كومباوند. تاني، انا عايز اعرف اعمل ايه؟ يبقى ده الهدف من الدرس بتاعنا النهارده، ان احنا نقدر ازاي نعمل كومباوند. مستر اعمل كومباوند ازاي؟ يا اللي لابسه اخضر بصي هنا، ركزي معايا، تمام؟ طيب معلش والنبي يا مريم تعالي هنا. معلش يا جماعه مش عايز حد في النص عشان العيال دي تركز معايا. اسمع، ركز معايا. يبقى انا عايز اعرف اعمل كومباوند. هص بقى من اول هنا واسمعني كويس. انا بعمل كومباوند ازاي؟ تعال اجيب لك اصلها. لو انا جبت عنصر زي ال Na معايا خطوه خطوه 11، ممكن توزع؟ برافو عليك. وتوت كام؟ اشيله ولا احط عليه؟ اشيل كام؟ فاحط فوق بوزيتيف 1. فيها حاجه دي؟ ما فيهاش حاجه. اسمع كده. طب انا لو جيت قلت لك لا انا عايز سي ال 17 وزع 2 8 كام؟ اشيلهم ولا احط عليهم؟ حط عليهم كام؟ يبقى البوزيتيف ده معناه ان انا بشيل كام؟ 1. والنيجاتيف ده معناه ان انا بحط ايه؟
طب هو انا لو شلت 1 من هنا وحطيتها هنا مش بقى اسمه مركب اسمه NaCl؟ عارفين ده مين؟ ملح الطعام. فهمت جت منين؟ مين ما فهمش اللي انا الخطوه اللي انا عملتها دي؟ يبقى انا هنا فقدت كام؟ 1. هنا اكتسبت كام؟ 1. اللي انا فقدته هنا ده اكتسبه، فبقى عندي Na1 وCl1، فبقى اسمه مركب اسمه NaCl. لا، واحد لوحده في الطبيعه عادي، لكن امتى يفقد؟ لما يشترك مع حد تاني. هفهمك. ده عشان يستقر محتاج يبقى 10 ولا يفضل 11؟ 10، فمحتاج يخرج 1. ده عشان يستقر محتاج ايه؟ 1. فاللي واحد اللي هنا خرج من هنا راح هنا، فده استقر وده استقر، ده بقى اخره 8 وده بقى اخره 8. صح؟ يبقى كده مش عدد البوزيتيف قد النيجاتيف معايا، يبقى مش عدد البوزيتيف قد النيجاتيف. يبقى عدد البوزيتيف قد النيجاتيف. طيب اديك مثال كمان عشان تفهمني. يا بت بصي هنا، لو جيت قلت لك هاتي لي الMg 12 وزعي، ها 2 كام؟ هات لي الCl 17 2 كام؟ انا عايزك تركز معايا كويس قوي. هنا بفقد كام؟ هنا بفقد 2، هنحط بوزيتيف 2 صح؟ هنا بكتسب كام؟ 1. اوبا، طب ده بيفقد 2 وده يكتسب 1. طب مش واحد من هنا يخرج يروح هنا، التاني يروح فين؟ برافو، هجيب له Cl ايه؟ تاني. كده بقى عندي كام Mg؟ 1. عندي كام Mg؟ 1. وعندي كام Cl؟ 2. عارف كده بقى المركب ده اسمه ايه؟ اسمه MgCl2. فهمت بقى ال2 دي جت منين؟ تاني، مش فاهم حاجه؟ مش فاهم الحته دي بس؟ تمام، سهله كده، الحته دي سهله. تاني انا دلوقتي دي الحته دي احنا قلناها الترم اللي فات، بس بنقولها تاني من عينيا، بس كده انت تؤمر. تاني، الMg دي بكام؟ ب 12. وزع كده، ها 2 8 2 2 كام؟ 2. فين محمد سيد هنا؟ انت محمد سيد؟ طيب يبقى 2 كام؟ 2 2 كام؟ 2. اخره كام؟ اخره كام؟ اخره كام يا رجاله؟ يا رجاله اخره كام؟ يا رجاله اخره كام؟ يعني بيفقد كام؟ 2، يبقى بيخرج 2، يبقى عنده 2 زياده. طب الCl اللي هنا بيفقد ولا يكتسب؟ رد عليا، يفقد ولا يكتسب؟ يكتسب كام؟ طب ما هنا خرج 2، واحد راح هنا، طب والتاني راح هنا. يعني انا عندي MG واحده وعندي CL واحده، فده خرج منه كام؟ 2. واحد يا مريم ده خرج منه 2، واحد راح هنا. ده اعمل ايه؟ ده ما ينفعش. ده كده هيحصل ايه يا ابني؟ ده كده هيحصل ايه؟ مش لاقي حته يروح فيه. ابسطها لك. بص كده، انا عندي الMG ده ب 12. وزع كده 2 كام؟ ده في واحد عمال يزن هنا، اسكت. ده ميكروباص، الميكروباص ده بيشيل 10 ركاب. هو فيه كام راكب؟ 12 راكب. كده عنده راكبين مش لاقيين حد يركب، مش لاقيين يركبوا، واقفين اهو. طب جبت لي الCl، الرجاله اللي كانت واقفه هنا قالت لهم يا عم الحاج انت هتسيبني في وسط الشارع وتدور الميكروباص وتمشي؟ لازم تركبنا في ميكروباص. قال له خلاص، انا في ميكروباص فيه 17 راكب وهو بيشيل 18، يعني 2 8 7. هو بيشيل كام؟ 18. طب ما الواد ده يروح يمشي يركب هنا، صح؟ يبقى ده راح ركب هنا، صح؟ بقى 18 اهو. بص ريتاج مش سرحانه اهي، سرحانه. فالون اللي هنا الواد راح ركب هنا. التاني قال له وانت هتسيبني في الشارع؟ قال له لا، طب ما انا اجيب لك CL كمان، اجيب لك وقف الاتاري ده بقى، تمام؟ قال لك هجيب لك ميكروباص تاني بيشيل كام راكب؟ 18، وفي كام راكب؟ 17. رحت قايل 2 8 7، ده يركب هنا. كده بقى جبت كام ميكروباص؟ 3. واحد اسمه
ام جي وكام سي ال 2 فبقى اسمه ام جي سي ال 2. فهمتي جت منين ولا لسه مش فاهمه؟ يبقى ده بيفقد ولا بيكتسب؟ بيكتسب. ده بيفقد ولا بيكتسب؟ بيكتسب. ده بيكتسب كام؟ 1. وده بيكتسب كام؟ 1. لكن ده بيفقد كام؟ 2. تمام يا جماعه؟ العلماء قالوا ايه بقى؟ افرض بقى يا ريس انا جبت لك عناصر ما فيهاش الارقام دي، تعرف تعمل كومباوند؟ مش هعرف. اعمل ايه يا مستر؟ طالما انا ما عنديش الارقام دي فانا مش هعرف اوزع، وطالما ما عرفتش اوزع يبقى بالتالي مش هعرف اشوف انا بفقد ولا بكتسب ولا بتنيل على عيني سرحان. ركزي معايا. تمام؟ يبقى انا لازم اعرف انا بفقد ولا بكتسب، وبفقد كام، وبكتسب كام. قال لا ايه الحل؟ قال لك بص انا عندي الحل انا لو لقيت قسما بايمانات الله بني ادم ما معايا والله لا اضربه، عشان الحصه النهارده مهمه جدا. طيب نعم ماشي يا حبيبي تسلم ربنا يبارك لك يا رب. اسمع يا عمي قلبي. نعم اسمع. العلماء قالوا خلاص احنا عندنا حل. ايه الحل؟ قال لك لو انا بفقد واحد، اسمع، لو انا بفقد ايه؟ واحد. هو انا لو بفقد واحد يبقى اخري كام؟ مش واحد؟ زي مين؟ قال لك زي ال N11. بص كده وزع ال N11 2 8 كام؟ او بكتسب واحد يعني جين 1. هو انا لو بكتسب واحد يبقى اخري كام؟ 7 زي الكلوراين Cl17 صح؟ 2 8 7. بصوا ده اخره واحد وده اخره 7. في ايه؟ قلم خلص؟ المهم ان هو اخره 7. تمام يا جماعه؟ تمام. اسمع بقى، هسمي الاثنين دول، شايف الاثنين دولت؟ هسميهم مونو فيلنت. يعني ايه؟ احادي. يبقى انا لو بفقد واحد او بكتسب واحد هسميك مونوفيلنت. معايا يا استاذه لنا؟ بفقد واحد او بكتسب واحد هسميه مونو ايه؟ فيلنت احادي. قال لك بص بقى، طب لو انا بفقد اتنين او بكتسب اتنين، بفقد اتنين يعني اخري كام؟ اتنين. بكتسب اتنين يبقى اخري كام؟ 6. قال لك زي الام جي 12 282 وزي الاو 8 26 اهو، ده اخره 2 ده اخره 6. هسمي الاثنين دولت مالهم؟ دايا فيلنت يعني ثنائي. طب لو انا بفقد 3 اسمع، او بكتسب 3، بفقد 3 يبقى انا اخري كام؟ 3. بكتسب 3 يبقى انا اخري 5. زي مثلا الاي ال 13 وزعوا 2 8 3 اخري كام؟ 3. او ان 7 2 5 اخري كام؟ 5. هسمي الاثنين دولت ترايافيل. قال لا يا مستر ايه لازمه الكلام ده كله؟ انا مش فاهم. قال لك العلماء قالوا خلاص لو انت بتفقد واحد او بتكتسب واحد هسميك احادي، لو بتفقد اتنين او بتكتسب اتنين هسميك ثنائي، لو بتفقد يا زفت النيله 3 او بتكتسبي 3 هنسميك ترايافيلنت. طب بعد ما اعرف انا فقدت المونوفيلنت والدايفيلنت والترايافيلنت هعمل بيهم ايه يا رودينا؟ هعمل بيهم ايه؟ قال لك بس سهله خالص. عارف هتعمل بيهم ايه؟ هتعمل حاجه اسمها، اهم حاجه بقى في المنهج كله، كيميكال فورميولا. ايه بقى يا مستر الكيميكال فورمولا دي؟ الكيميكال فورمولا دي تخليك تعرف تعمل اي كومباوند من خطوه واحده. ازاي يا مستر؟ انا مش فاهم، ركز معايا ركز. تعال نجيب نفس المثال بالظبط. قال لك هات لي المغنيسيوم كلورايد. على فكره هتستصعب الطريقه في الاول بس واحده واحده الموضوع هيبقى سهل. بص يا جماعه فين المغنيسيوم يا مستر؟ اهو. مش المغنيسيوم ده دايفيلنت؟ شايفينه يا جماعه؟ هنغير اللون عشان تشوف معايا. المغنيسيوم اهو، شايفين المغنيسيوم اهو.
مش المغنيسيوم ده دايفالنت ثنائي؟ بس رحت كاتب تحت المغنيسيوم ام جي وكتبت تحتيه 2. اول خطوه فيها مشاكل؟ طيب الكلوراين رمزه ايه؟ سي ال، رحت كاتب سي ال، رحت راجع لقيت الكلوراين فين اهو. يعتبر ايه؟ مونوفيلنت يعني احادي صح؟ رحت حاطط تحتيه 1. بص هعمل ايه؟ بص هعمل ايه؟ بص هعمل ايه؟ بص هعمل ايه؟ بصي هعمل ايه؟ بصي هعمل ايه؟ بصي هعمل ايه؟ بصي هعمل مقص. بص هعمل ازاي؟ هعمل كده. اهم خطوه بقى في المنهج كله دي. بص هعمل ايه؟ مقص. الام جي دي تاخد ال1. ال1 ما بيتكتبش، يعني اكتب ام جي بس. بصوا هكتب ام جي بس. والسي ال تاخد مين؟ ال2، فبقى اسمه ام جي سي ال 2. ايه رايكم في الطريقه الجديده؟ مين ما فهمش؟ تاني انا لازم اعرف مين مونوفيلنت، مين دايفالنت، مين ترايفالنت. انا بصيت على المغنيسيوم اهو، ادي المغنيسيوم اهو. فين المغنيسيوم يا مستر؟ اهو المغنيسيوم اهو. طلعت فوق لقيت المغنيسيوم ايه؟ دايفالنت يعني ايه؟ ثنائي. رحت كاتب تحتيه 2. طلعت على الكلورايد اهو، لقيته ايه؟ طلعت فوق لقيت الكلورايد ده ايه؟ مونو يعني احادي. رحت كاتب تحتيه 1. وبعد كده عملت مقص. ركز لي في المقص. ام جي تاخد ال1، ال1 ما بيتكتبش، والسي ال تاخد، يبقى كتبت ام جي 1، ال1 ما بيتكتبش، سي ال كام؟ 2، فبقى اسمه ام جي سي ال 2. يا رجاله تمام؟ فهمنا عملناها ازاي؟ طب مستر اديني مثال كمان تاني. ثانيه واحده بس الله يبارك لك. بص يا حبيب قلبي، الايرون اوكسايد رمز الايرون ايه؟ اف اي. الاوكسايد رمزه ايه؟ او. الايرون دايفالنت ثنائي، يبقى احط تحتيه كام؟ 2. الاكسجين دايفالنت احط تحتيه كام؟ 2. مش ده 2 ده 2؟ مش الاثنين زي بعض؟ طيرهم. اتبقى ايه؟ اف اي او. بس كده. مستر ايه ده؟ انت جبت الارقام دي منين؟ هي دي بقى اللي مصعباها عليك. لا دي سهله. بص يا حبايبي، هو انت مش عندك العناصر اللي انت حافظها من الترم الاولاني 30؟ الكتاب جايب لك انك تحفظ مين مونوفيلنت احادي، مين دايفالنت ثنائي، مين ترايفالنت ثلاثي، مين تترافالنت رباعي. ايه ده يا مستر؟ في واحده عماله تتكلم وعزه وجلال الله لو قفشتها هموتها في ايدي. تاني، المفروض ان انا احفظ مين 1 ومين 2 ومين 3. المفروض مني اعمل كده؟ طب يعني يا مستر مكتوبين في الكتاب؟ طب مكتوبين ال 30 كلهم؟ لا مش ال 30 كلهم، مكتوبين تقريبا حوالي 22 او 25 حاجه زي كده. المفروض عليا حفظ؟ طب انا يا مستر احفظهم؟ دول صعبين قوي. اقعد احفظ 30 مين احادي ومين ثنائي ومين ثلاثي؟ ايه ده عرفتيها منين؟ حضرتك كنت الحصه اللي فاتت وقعدت اسالك. ايوه اعرف مونوفيلنت من دايفالنت من ترايفالنت. انا مش هحفظ ولا واحده. عارف هعمل ايه؟ انا هصب في كل بريد. ايه بقى يا مستر هصب في كل بريد دي؟ اسمع بقى يا عمنا، انا هخليك ما تحفظش ولا واحد. ولا واحد يا مستر، ولا واحد. مين بقى دولت يا مستر؟ هصب في كل بريد. اي حد موجود جوه الجمله دي يبقى احادي. ايه يا مستر انا مش فاهم؟ قال لك بص كده معايا واحده واحده. شايف حرف الاتش ده؟ هيدروجين. بس مش السيمبل، مش السيمبل، الاسم. يعني الاس ده مين؟ حاجتين، صوديوم وسيلفر. المغنيسيوم بادئ بحرف الاس. البي بوتاسيوم. الاف فلوراين. السي ال على بعضها كلوراين. البي ار بروماين. الايد ايوداين. عارف ال بس لوحدها؟ ليثيوم. وخلي بالك السي ال ده كلوراين مش كالسيوم، كلوراين مش كبر. اسمع بقى، تيجي نجرب بقى نعمل مقص. يلا بينا. قال لك اي كومباوند هقدر اعمله كده في ثواني. ازاي؟ بص كده يا جماعه هعمل ايه؟ ركز معايا، ركز. تعالى ندي نفس المثال تاني. يلا نجرب بقى. هنفضل ناخد امثله كتير لحد ما تتعودوا. خلي بالك، اي حد موجود جوه كلمه هصب في كل بريد يبقى ايه؟ شفت تهدى؟ اي حد موجود جوه كلمه هصب في كل بريد يبقى ايه؟
مونو يعني احاد. اي حاجه تانية ضايع ثنائي. طب امال ايه اللي ثلاثي؟ الالومنيوم والجولد بس، والكربون تترا فيلنت رباعي. يبقى تاني من الاول، اي حد موجود في كلمه هصب في كل بريد يبقى احادي يعني مونوفيلنت. اي حاجه تانية دايفيلنت ثنائي. الالومنيوم والجولد ترايفيلنت ثلاثي، والكربون تترافيلنت. اسمع معايا بقى، عايز اسمع تاني. اي حد موجود في كلمه هصب في كل بريد يبقى مونو، يبقى مونو. مونو يعني احادي. اي حاجه تانية تبقى ضايع يبقى ثنائي. الالومنيوم والجولد ترايا يعني ثلاثي. خلي بالك اول ما يجي لك اي معادله فيها الومنيوم تعمل ازاي؟ تعمل ازاي؟ تعمل ازاي؟ كده سيد شيبه معاه حكايه. يعني ايه؟ يعني في حاجه صعبه كده، يبقى الايكويجن دي او الكومباوند ده صعب، في حاجه صعبه. ده اول ما اشوف كلمه ايه؟ شفت الناس مش معايا ازاي؟ اول ما اشوف كلمه ايه؟ اعمل ازاي؟ اعمل ازاي؟ كده سيد شيبه معاه حكايه، كده في حاجه صعبه كده، اكيد في السؤال ده صعب. مستر اديني كام مثال كده عشان اتاكد. يا بنت يا لوشي كذب، مش اسمك لوشي؟ لوشي كتروا قوي في المجموعه. اسمع بقى. طب لو مثلا يبقى جين 5 او 6 او 7 يبقى اسمه ايه؟ ما انا قلت لك لو كان 5 هيبقى جين 3 يبقى ترايفيلنت، مش لو اخره 5 هيبقى ترايفيلنت ثلاثي، ولو اخره 6 هيبقى دايفيلنت ثنائي. خلاص اسمع بقى، اسمع 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 اسمع. يلا نعرف نعمل كومباوند بكل سهوله بقى. خلي بالك ده الدرس الثاني والثالث اللي احنا بناخده ده. اسمع، هنخلصه ان شاء الله باذن الله النهارده، بس هنسيب فيه حاجات كده هنقول لكم عليها. اسمع بقى، اسمعي يا فنانه. يلا نبدا مع بعض كده نعمل كومباوند. هتحس ان الموضوع صعب في الاول، واحده واحده هتتعود عليه. يلا هات لي يا مستر كالسيوم. لا كربونات ايه؟ لسه الكربونات ده. كالسيوم اوكسايد. عايز صوديوم كلورايد. عايز بوتاسيوم اوكسايد. عايز ألمونيوم كلورايد. عايز هيدروجين كلورايد. عايز ليد ايودايد. يلا نمشي مع بعض واحده واحده الامثله دي، نبدا مع بعض خطوه خطوه. نبدا من اول مثال. عايز كالسيوم اوكسايد. رمز الكالسيوم ايه؟ امشي معايا خطوه خطوه. الكالسيوم رمزه ايه؟ سي اي. اوكسايد رمزه ايه؟ او. اول خطوه فيها مشاكل؟ فيهاش مشاكل. يلا كالسيوم. كالسيوم هصب في كل بريد موجوده. هصب في كل بريد موجوده؟ لا. هصب في كل كلوراين. كل كلوراين موجوده؟ لا. يبقى كام؟ 2. هو انا كنت بقول ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ مش معايا ليه؟ انت ليه مش معايا؟ هو انت حاسس ان انا بقول ده ملوش لازمه؟ مش عمال اقول لك ده اهم درس في المنهج؟ ركز وانت ما تنامش، ركز. تاني، الكالسيوم هصب في كل بريد موجوده؟ لا يبقى 2. اكسجين هصب في كل بريد موجوده؟ لا يبقى 2 برضه. مش ده 2 ده 2، الاثنين زي بعض، طيرهم مع بعض هيدينا ايه؟ سي اي او. صعبه؟ اللي بعده صوديوم كلورايد. رمز الصوديوم ايه؟ ان ايه. رمز الكلورايد ايه؟ سي ال. يلا صوديوم حرف الاس هصب موجوده؟ يبقى 1. هصب في كل كلوراين. كل كلوراين موجوده؟ يبقى 1. اعمل ماس يدينا ان اي سي ال. صعبه؟ اللي بعده. نعم ماشي، ما هو 1 و1 خلاص هتطيري ايه؟ ما هو 1 و1 ما انا كاتب كاتبه، ما كده كده ال1 ما بيتكتبش. نعم ما عدا الالومنيوم والجولد ترايا والكربون تترا رباعي. اسمعني بقى، بوتاسيوم اوكسايد. اسمعي. البوتاسيوم رمزه ايه؟ كي. اوكسايد رمزه ايه؟ او. البوتاسيوم هصب
موجوده فيها بوتاسيوم؟ خلي بالك احنا بنمشي على الكلمه مش بنمشي على الرمز. يعني ملوش دعوه الرمز. مش ده اسمه بوتاسيوم بادئ بحرف مين؟ البي، يبقى مونوفيلنت. خلاص؟ يبقى البوتاسيوم 1 اوكسايد 2 مش موجود في كلمه هصب في كل بريد، صح؟ يلا مقص. الكي تاخد مين؟ ال2 والاو تاخد ال1. ها صعبه؟ الكي يعني عندي 2 بوتاسيوم وواحد اكسجين. هفهمك طريقه الكتاب عامله ازاي. هقول لك كل حاجه. فاهم؟ اسمع. كمل 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 كمل. هات لي الومنيوم كلورايد. رمز الالومنيوم ايه؟ ال. رمز الكلورايد ايه؟ Cl. اول ما اشوف كلورايد اعمل ايه؟ سيد شيبه معاه حكايه. يبقى الالومنيوم، ها الالومنيوم ايه؟ 3. انتوا نايمين ليه كده؟ الالومنيوم ايه؟ 3. رحت حاطط تحت 3. الكلوراين هصب في كل بريد موجوده؟ يبقى 1. اخد ال 1 والسي ال تاخد 3، يبقى اسمه ال سي ال 3. فهمتوا؟ واحده كمان. هيدروجين كلورايد. رمز الهيدروجين ايه؟ اتش. رمز الكلورين ايه يا لوشي؟ سي ال. هيدروجين هصب 1. هصب في كل كلوراين موجوده 1. اعمل مص اتش سي ال. عايزه تقولي ايه؟ فين ده؟ في ده مش كي خدت ال2 والاو خد ال1. اعمل ايه؟ فين دي؟ ده حرف ال يا هطلع. ده حرف ال مش 1. ليد ايودايد. نعم. بيكربونات؟ لا البيكربونات اسمه HCO3. الليد ايودايد رمز الليد ايه؟ بي. اوعى تنسى الليد بي. اوعى تنسى الليد بي. الايوداين رمزه ايه؟ اي. خلي بالك الليد موجود في كلمه هصب في كل بريد؟ لا، يبقى 2. هصب في كل بريد ايوداين موجوده، صح؟ يبقى 1. اعمل مقص كده. ها بي اي 2. صعبه؟ الطريقه دي تخليك تقدر تعرف تعمل اي كومباوند. تعال اقول لك بقى طريقه المعاصر وقد ايه هي صعبه. تعال اقول لك طريقه المعاصر وطريقه كتاب المدرسه ما هتمشي بطريقه مختلفه تماما. هتمشي بطريقه ثانيه. عامله ازاي بقى؟ لا افهمك. لازم افهمك كل حاجه. لازم افهمك يا مستر. اعرف يا مستر ازاي طريقه الكتاب؟ هتلاقي اول ما تفتح الكتاب هتلاقي الطريقه مختلفه تماما غير اللي احنا بنعمله ده. هيقول لك ايه بقى؟ بص يا فنان، مش ده صوديوم ان ايه؟ عايزك تخليه يتحد مع الكلوراين سي ال. عايز صوديوم كلورايد، تمام؟ لازم تبقى حافظ ان الصوديوم مونوفيلنت، صح؟ مونوفيلنت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. والكلوراين بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. ده قد ده يا جماعه، ردوا عليا. ده قد ده؟ ده واحد وده واحد. خلاص يبقى اسمه ان اي سي ال. لكن بص هات الام جي مع السي ال. اسمع بقى، ده بوزيتيف كام؟ 2. ده نيجاتيف كام؟ 1. ده قد ده؟ هل البوزيتيف قد النيجاتيف؟ لا، انا عايز اخلي البوزيتيف قد النيجاتيف. يبقى انا محتاج كام نيجاتيف كمان؟ 1، صح؟ يبقى كده كام ام جي؟ 1. وكام سي ال؟ 2. فبقى اسمه ام جي سي ال 2. دي طريقه الكتاب اللي رايحك. تاني يا جماعه، طريقه الكتاب هتمشي بطريقه، والطريقه اللي احنا مشيناها المقص دي طريقه تانيه. الكتاب بيقول لي ايه؟ بيقول لي عد البوزيتيف والنيجاتيف، ولازم البوزيتيف يكون قد النيجاتيف. ازاي يا فنان يا استاذ يا بيه؟ قال لي البوزيتيف لازم يكون قد النيجاتيف. يعني مثلا لو جينا قلنا انا عايز اي عنصر زي مثلا الومنيوم اوكسايد، تيجي نعملهم بطريقتين. يلا بينا اعملهم بطريقه المقص الاول. رمز الالومنيوم ايه؟ ال. رمز الاكسجين ايه؟ او. الالومنيوم اول ما يجي لي الالومنيوم اعمل ازاي؟ سيد شيبه معاه حكايه. احط تحتيه 3. والاكسجين هصب في كل بريد موجوده؟ لا، يبقى 2. اعمل مقص.
Al2O3. دي طريقه مين؟ بتاعتنا. دي الطريقه بتاعتنا احنا. تعال نبص على طريقه الكتاب. طريقه الكتاب بيقول لك ان الالومنيوم ده بوزيتيف 3 والاكسجين نيجاتيف 2. انا عايز ده يتحد مع ده. عندي كام بوزيتيف؟ 3. عندي كام نيجاتيف؟ هنا 3 بوزيتيف و2 نيجاتيف. كده انت ناقصك كام؟ ناقصك نيجاتيف 1. صح الكلام؟ طيب فانا هعمل ايه؟ هبدل. فالاي ال هتاخد ال2 والاو هتاخد ال3. شفت بقى انها صعبه؟ صعبه. التانية اسهل بكتير. طيب هعيدها لك واحده كمان. هات لي كمان واحده. هات لي مغنيسيوم كلورايد. تعالى نمشي بالطريقه بتاعتنا ونمشي بطريقه المعاصر. المغنيسيوم ايه؟ ام جي. الكلورايد ايه؟ سي ال. الام جي دايافيلنت، الكلوراين مونوفيلنت. اعمل مقص. ام جي ياخد ال1 والسي ال تاخد ال2. حلو؟ حلو. طريقه المعاصر بقى ماشيه ازاي؟ ام جي بوزيتيف كام؟ والكلوراين نيجاتيف كام؟ انا عايز ده يبقى قد ده. ناقصك ايه؟ ناقصك كلوراين كمان. رحت كاتب كلوراين كمان اللي ناقصني. كده بقى كام مغنيسيوم؟ 1. كام كلوراين؟ 2. فبقى اسمه ام جي سي ال 2. هي هنا سهله، لكن لما هتلاقيها في حاجات صعبه زي الالومنيوم هتلاقيها صعبه. فانا رايي انك تمشي بالمقص دايما اللي يريحك. مستر طب انا في الامتحان اكتبها بأنهي طريقه؟ لا يا حبيبي، في الامتحان هيطلب منك الناتج بس، ملوش دعوه انت جبتها ازاي. خلاص؟ مش هيجي يقول لك انت جبتها ازاي، هاتها باي طريقه. خلاص؟ غشها يا حبيبي وماله. خلاص يا جماعه، الناس فهمت؟ الناس فهمت؟ عرفنا ازاي نقدر نعرف نعمل كومباوند؟ مين حاسس ان الكومباوند مش هيعرف يعمله؟ او حاسس ان عايز اعيده تاني؟ ايه؟ ايه؟ مالكيش دعوه بيها. امشي بطريقتنا بقى بتاعتنا. تمام؟ انا بديك كتاب المعاصر ليه؟ عشان لما تشوفها في الكتاب ما تستغربهاش بس. لكن انا رايي المتواضع ما تمشيش عليه اصلا. امشي على دي. كده كده هو مش هيجي يقول لك انت جبتيها ازاي. وحتى لو كتبتيها كده في الامتحان بطريقه المعاصر، دي طريقه معروفه عادي يعني، ما فيهاش مشكله. نعم. مش عارفه ازاي مونوفيلنت ولا دايفيلنت ولا ترايفيلنت؟ امال انا بقول ايه بقالي ساعه؟ تاني اخر مثال يا جماعه عشان الناس، عشان لسه الدرس لسه طويل، لسه ما خلصش. رايح فين؟ اتفضل. ومش عايز حد يخش حمام تاني يعملها على روحه. ايه؟ عشان اشرب اللي انت عملته. اسمع، تعال نبص. الليثيوم اوكسايد هو رمز الليثيوم ايه؟ رحت كاتب ال اي. رمز الاكسجين ايه؟ او. ابوس ايدك بقى، ركز. اخر مثال اهو، ركزي. هصب في كل مش في حرف ال. ليثيوم. ليثيوم موجود في كلمه هصب في كل بريد. انت اللي رد عليا. موجود؟ يبقى حطه بكام؟ اي حد موجود جوه كلمه هصب في كل بريد يبقى 1. اي حد موجود في كلمه هصب في كل بريد يبقى 1. والال موجوده في كلمه هصب في كل بريد ولا مش موجوده؟ موجوده، يبقى اديها 1. اديها. رحت مديها 1. هصب في كل كلوراين كل بريد في حرف الاو؟ لا مش موجود. هصب في كل بريد ما فيهاش حرف الاو، يبقى معاهم ب1؟ لا، يبقى اكيد بكام؟ رحت مديها 2. مقسطي. ال اي تاخد مين؟ هي اللي ترد عليا. ال اي تاخد مين؟ ال2 والاو تاخد ال1، يبقى ال اي او. ال اي تو او. معلش هو علق بس. فهمت يا فنانه؟ اهي. يبقى ال اي خدت ال2 والاو خد ال1. خلاص؟ اكيد. واحده كمان. هصب في كل بريد مونوفيلر.
يبقى ب1. اي حاجه تانية غير دولت ب2، والالومنيوم ب3، والكربون ب4. انسي الكربون خالص عشان مش عندك. طيب خلاص يا جماعه، حتى الان حد عنده مشكله؟ مستر انا تمام وزي الفل. حلو، خلي بالك عشان هفضل اجيب لك من ده كتير اول الحصه الجايه. ده الكويز بتاعك المقص ده. هقول لك اكتب لي الكالسيوم اوكسايد، اكتب لي الرمز بتاعه، البوتاسيوم سلفيت، الكالسيوم كربونات كده. السؤال بقى، اصبر يا فنانه، رجعي ظهرك لورا وركزي معايا. مستر انا تمام وزي الفل، فين الخازوق؟ الخازوق فين؟ المشكله فين؟ انا كده تمام قوي، المشكله فين؟ يعني ايه الحاجه اللي هنا اللي هتعمل لي مشكله؟ تعال اقول لك. قال لك المشكله اللي هتواجهك هي حاجه اسمها الاتوميك ايه؟ جروب. ايه بقى يا مستر الاتوميك جروب ده يا مستر بقى يا مستر؟ يا زفت النيله يا اللي تتشل يا رب، ركزي معايا. ايه الاتوميك جروب ديت يا مستر؟ قال لك في مجموعه من العناصر اتحدت مع بعضها اتحاد كيميائي بس بتعامل معامله الذره الواحده. تاني، مجموعه من العناصر اتحدت مع بعض اتحاد كيميائي بس بتعامل معامله الذره الايه؟ الواحده. بتعامل معامله الذره الايه؟ الواحده. مستر انا مش فاهم يعني ايه؟ اسمع بقى، اسمك ايه؟ مين؟ رميساء، على اسم الغاليه. ماشي، اسمع بقى. انا دلوقتي اسمي اكسجين، في الطبيعه اسمي ايه؟ اكسجين. لما ببقى موجود لوحدي اسمي ايه؟ O2. او ايه؟ 2. والبت رميساء اسمها هيدروجين، في الطبيعه اسمها اتش ايه؟ 2. اتش ايه؟ 2. طول ما هي لوحدها في الطبيعه. يبقى الاكسجين لوحده في الطبيعه O2، والهيدروجين لوحده في الطبيعه اسمه اتش 2. عارف احنا الاثنين لما بنبقى مع بعض بيبقى اسمنا ايه؟ سلم عليا. عارف احنا الاثنين لما بنبقى مع بعض عارف بيبقى اسمنا ايه؟ بيبقى اسمنا ابراهيم. يعني بنتعامل كاننا حاجه واحده. يعني ما بتعاملش على اني نعمان وهي رميساء، لا، احنا بقينا حاجه اسمها ايه؟ ابراهيم. وانا بتعامل مع ابراهيم على انه حاجه واحده بس، مفيش منه اتنين. يعني بيخش في التفاعل على انه حاجه واحده. بالظبط زي كده بتقولي انت وصاحبتك الاتنين واحد. خلاص، يبقى اسمها ايه؟ اتوميك جروب. طب يا مستر ايه السبب اللي خلاهم يبقوا حاجه واحده؟ ايه السبب اللي خلاهم يبقوا واحد؟ ما نعرفش. هي حاجه موجوده في الطبيعه بالمنظر ده. هم كام واحد؟ هم اكتر من 20 واحد، بس احنا عندنا منهم كام؟ 10 بس. مين هم بقى يا مستر العشرة دولت؟ العشرة دولت اللي انا طلبت من حضرتك انك انت تحفظهم. مالك؟ تمام؟ طيب مين هم العشرة دول؟ تعال نكتبهم تاني مع بعض. الاتوميك جروب. تعال نقولهم تاني. الاتوميك جروب يا بيه الاتوميك جروب اهم. ركز معايا. مين هم؟ الاو اتش هيدروكسيد. يا نور يا مريم، فين اللي اتفقنا عليه يا جماعه؟ انا عارف ان اولى اعدادي هيحصل فيها نوش. ده خبط في الكرسي، ده ضربني على قفايا. بص انت فين وانا فين. بص انا شغال في ايه وانت بتتكلمي في ايه. بالله عليك ركزي. هنقول ايه اهم من ده؟ اهم درس عندك في المنهج، اهم درس عندك في الحياه، الدرس ده. سيبك من نيجاتيف وبوزيتيف دلوقتي، مش هتفرق. هقول لك ليه مش هتفرق كمان شويه. خلاص، يبقى الاو اتش ده ايه؟ هيدروكسيد. هيدروكسيد ده ابراهيم، ما بقاش او واتش، لا بقى على بعضه اسمه هيدروكسيد. امين. مين تاني؟ قال لك ان او 3. مش عايز حد يتكلم، انا حافظهم وربنا. نايتريت. عندي ان او 2 نايترايت. عندي ايه تاني يا مستر؟ عندي اتش سي او 3 بيكربونات. عندي ان اتش 4 امونيوم
عندك ClO2 كلورايد. خلاص، تعال نخش على CO3 كربونات. عندي SO4 سلفيت. عندي BO4 فوسفيت. اسمع، SO3 نسيناه سلفايت. اسمع يا فنان حبيب قلبي، هو انت مش قلت لي يا مستر ان انت بتعاملهم معامله الذره الواحده؟ يعني معنى كده ان في منهم بوزيتيف وفي منهم نيجاتيف، صح؟ يعني في معنى كده ان في منهم مونوفيلنت وفي منهم دايفيلنت وفي منهم ترايفيلنت، صح؟ العقل يقول لي ان بوزيتيف ده مش اللي هو الميتال والنيجاتيف ده اللي هو النون ميتال. بص كده، ده يبقى نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف 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 بوزيتيف. عارفين ليه؟ عشان اسمه امونيوم، واحنا قلنا اي حاجه اخرها كلمه يم تبقى بوزيتيف. يعني ميتال ولا نون ميتال؟ ميتال. فهمتوا؟ يبقى ده اخره كلمه يم، فعشان كده قلنا عليه ايه؟ بوزيتيف. طيب ده نيجاتيف، نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. بما انهم يا مستر بعملهم معامله الذره الواحده، يبقى في منهم مونوفيلنت ودايفيلنت وترايفيلنت. كل الاتوميك جروب مونوفيلنت احادي، ما عدا مين؟ قال لك ما عدا كلمه اسمها كسب. بصوا، اي حاجه بادئه بسي او اس او اس او بي يبقى مش مونوفيلنت. دولت دايفيلنت وده ترايفيلنت ثلاثي. السي اس دايفيلنت والبي ترايفيلنت. مستر انا هعمل بيهم ايه؟ انت ايه اللي خرجك؟ انا كده مضطر ان انا اعيد الكلام ده. اسمع بقى مستر، خلاص انا يا مستر حفظت الاتوميك جروب. طب انا يا مستر لو ما حفظتش الاتوميك جروب هسقط بجد. والله لو العشرة دولت ما اتحفظوش هتسقطوا. هشيل الماده، هشيلها، ومش هتشيلها السنه دي كمان، هتشيل اي ساينس بعد كده كل سنه، لان ده اهم حاجه، اهم حاجه في الكيمستري كلها الاتوميك جروب دي. طيب يلا بينا بقى كده، تعال ندخل عنصر عادي مع اتوميك جروب. مش احنا بنعامله معاملات الذره الواحده؟ يبقى ينفع اعمل معاه ايه؟ مقص، صح؟ تعال بقى نعمل معاه مقص، يلا بينا. تعال نقول مثلا كالسيوم كربونات او بوتاسيوم سلفيت. يلا بينا. الكالسيوم كربونات، يلا. الكالسيوم ده عنصر عادي ولا اتوميك جروب؟ بص الناس نامت تاني. الكالسيوم عنصر عادي ولا اتوميك جروب؟ رحت كاتب سي اي. الكربونات عنصر عادي ولا اتوميك جروب؟ اتوميك جروب. حافظينه؟ يا مستر انا حافظه. رمز الكربونات ايه؟ CO3. يا مستر اكتبه كده CO3 كده؟ على بعضه كده؟ ابراهيم؟ يعني ما اكتبش CO بس؟ لا، CO3 على بعضه. طيب الCA عنصر عادي صح؟ طالما عنصر عادي ارجع لكلمه اسمها هصب في كل بريد. طب لو كان اتوميك جروب ارجع لكلمه اسمها كسب CSB. طيب كالسيوم ارجع لكلمه هصب في كل بريد. موجود في كلمه هصب في كل بريد؟ لا، يبقى 2. يا حبيبي قلنا كل دي كلوراين، كل كلوراين. يبقى تاني السي اي دي ايه؟ السي اي يا فندم ايه؟ كالسيوم. السي اي ده مين؟ كالسيوم. طيب السي او 3، السي او 3 مونوفيلنت ولا دايفيلنت ولا ترايفيلنت؟ تبع كلمه كسب؟ بدأ بسي صح؟ يبقى 2. مش ده 2 ده 2؟ طيرهم مع بعض يبقى يدينا CaCO3. اللي جاي هتفهمك اكتر، امشي معايا خطوه خطوه. رمز البوتاسيوم ايه؟ K. رمز السلفيت ايه؟ SO4. مستر لو انا مش حافظهم مش هعرف اعملها. فهمت ليه بقول لك احفظهم؟ يبقى البوتاسيوم K، السلفيت SO4. يلا توته ما تسرحيش مني. البوتاسيوم يلا هصب في كل بريد موجوده؟ يبقى 1. سلفيت، السلفيت ده اتوميك جروب صح؟
يا ولع ياسين. السلفيت تبع كلمه كسب بدأ بسي لا بدأ باس بدأ باس اهي. سلفيت يبقى بكام؟ ب 2. يبقى انا بصوا محتاج احفظ ده ان الاس او 4 دايفالنت ثنائي. تمام يا جماعه؟ فهمت انا عايز ليه؟ مش فاهمه ايه؟ ما هو زي عنصر عادي. ايه اللي مش فاهماه؟ تعالي تاني. مش ده بوتاسيوم كي؟ كتبت كي. سلفيت رمز السلفيت ايه؟ اس او 4. ده احنا لسه ما خدناش على الصعب. الاس او 4 ده بكام؟ مش ب 2؟ حطيت تحتيه 2. البوتاسيوم ده مش ب 1؟ ليه ب 2؟ ليه ب 2 يا نهار ازرق؟ اي حاجه في الاتوميك جروب ب 1 ما عدا اللي بادئ بسي اس 2 وبي 3. خلاص؟ فبدأ باس اهي. بدأ باس يبقى 2. اعملي مقص بقى يلا. كي تاخد مين؟ والاس او 4 تاخد مين؟ ال1. خلاص؟ لسه ما دخلناش على الصعب. تعال نخش على الصعب بقى. لو جيت قلت مغنيسيوم، كل اللي مستصعبها اكيد مش حافظ الاتوميك جروب. مغنيسيوم هيدروكسيد، رمز المغنيسيوم ايه؟ عايز اسمع رمز المغنيسيوم ايه؟ رمز الهيدروكسيد ايه بقى؟ شفتوا؟ الناس عطلت. او اتش. تمام؟ يلا. المغنيسيوم هصب في كل بريد موجوده؟ لا، يبقى 2. الهيدروكسيد ده اتوميك جروب بدأ بسي. مريم شريف بدأ بسي؟ لا. بدأ باس؟ لا. بدأ بي؟ لا. يبقى 1. مقصتك بقى كده. ام جي ياخد مين؟ ال1. ام جي ياخد مين؟ ال1. بص يا فنان هنا مالكش دعوه بيهم. ام جي ياخد مين؟ ال1. اسمع بقى الحته ديت مهمه قوي. ياسين اسمع الحته دي. ام جي ياخد مين؟ 1. ام جي ياخد مين؟ الاو اتش ياخد مين؟ استنى بقى. هل ال2 دي بتاعت الاو بس ولا بتاعت الاتش بس ولا بتاعتهم هما الاثنين ابراهيم؟ فاقوم كاتب او اتش. بص هعمل ايه؟ احط براكت 2. عارف ليه البراكت ده؟ البراكت ده معناه يا فنان ان الاو ب 2 والاتش ب 2. وصلت؟ يبقى كده كام اكسجين؟ 2. وكم هيدروجين؟ 2. لا انا كم اكسجين؟ 2. وكم هيدروجين؟ 2 برضه. يبقى انا عندي 2 اكسجين وعندي 2 هيدروجين. خلي بالك من البراكت ده. كل الاتوميك جروب لازم تتحط في براكت. مستر انا حاسس ان انا مش فاهم شويه. دي هتفهمك اكتر. يلا نجرب بقى كتير بقى من ده. خلاص احنا قربنا نخلص. فاضل لنا خطوتين ونخلص كل حاجه. يلا. لو جيت قلت لك صوديوم، لا عايزين نصعبها. ايه رايك لو جينا قلنا بص اللعبه اللي جايه دي، عايز ألمونيوم. نعم. ايه؟ ماشي هنغيره دلوقتي. بس ايوه ماشي. ألمونيوم كربونيت وأمونيوم كربونيت. ايه ده يا مستر تفرق؟ يا لهوي بتفرق جدا. ازاي يا مستر؟ تعالى نمشي معايا بقى واحده واحده. رودينا يا زفت النيله، رودينا يا زفت. اسمعي. ألمونيوم كربونيت، رمز الألمونيوم ايه؟ ال. رمز الكربونيت ايه؟ CO3. صح يا جماعه؟ ألمونيوم ايه؟ Al. كربونيت ايه؟ CO3. يا بنت ركزي. الألمونيوم Al، الكربونيت CO3. اخت انيميا. ألمونيوم Al، كربونيت CO3. اسمعني. ألمونيوم اول ما يجي لي ألمونيوم اعمل ايه؟ سايتش يبقى معاه
حكايه. كده بكام؟ ب 3. كربونات ده اتوميك ايه؟ جروب. اتوميك ايه؟ بدأ بسي. يبقى 2. لو بدأ بسي او بدأ باس يبقى 2. اي حاجه تانية تبقى 1. طب بي 3. حماده معايا؟ مقصاتي كده. يلا يا جماعه مقصاتي. ايه اللي تاخد مين؟ ملوني. ايه اللي كام؟ ايه اللي كام؟ CO3 براكت 3. بتعمل ايه في ضوافرك يالا؟ ضوافرك هتخليك تنجح يالا. طب بص دي بقى، امونيوم كربونات. رمز الامونيوم ايه؟ NH4. كربونات رمزه ايه؟ CO3. يلا الامونيوم اتوميك جروب والكربونات اتوميك جروب. ايه ده يا مستر، هو ينفع اتوميك جروب تتحد مع اتوميك جروب زيها؟ NH4 يعتبر ايه؟ مونوفيلن. كربونات بدأ بسي يبقى دايفيل. اعمل مقص. مليني 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 مليني. NH4 براكت 2 CO3. هحط في براكت ليه؟ ما هو 1 في اي رقم بنفس الرقم. صعبه؟ خلاص ملاحظ حاجه؟ لا يا مستر انا مش ملاحظ اي حاجه. اقول لك انا ملاحظ ايه. اللي انا ملاحظه، انا حاسس ان انا بجري وراكم بالمشوار عشان الناس تركز معايا. انت هتجننيني والله. هخبط راسي في الحيطه مني والله. كشفت راسي واتجهت ودعيت عليكي يا بعيده. بص هنا. نعم، ما انا هقول اهو. ما هي دي اللي انا عايزك بقى تركزي فيها، هي دي. بص كده يا جماعه، ركز من الاول خالص. ملاحظ حاجه؟ دايما الاول بوزيتيف بيفقد والتاني نيجاتيف. بصوا بوزيتيف نيجاتيف. دايما الاول بوزيتيف والتاني نيجاتيف. يعني يا مستر ينفع ابدل؟ يعني بدل ما اقول MgOH براكت 2 اقول OH براكت 2 Mg؟ لا ما ينفعش. لازم البوزيتيف الاول وبعد كده النيجاتيف. وصلت؟ طيب الخطوه اللي قبل الاخيره، اخر حتتين في الدرس ونخلص. بعد ما بيطلب منك الكومباوند، احنا كده عرفنا نعمل كومباوند. حد من الناس اللي قاعده ما يعرفش يعمل كومباوند؟ هنمشي دايما بطريقه مين؟ الماس. اسمع، بعد يا مستر ما عملنا الكومباوند هيطلب مني ايه؟ هيطلب منك طلبين. هيطلب مني كتوتال نمبر اوف اليمنت، وهيطلب منك النمبر اوف اتوم. هيطلب مني كام طلب؟ طلبين. نمبر اوف ايه ونمبر اوف ايه؟ نمبر اوف اليمنت ونمبر اوف اتوم. نمبر اوف اليمنت يعني عدد العناصر. فاكرين الاغنيه؟ النمبر اوف اليمنت بعمل ايه؟ بعد العناصر. طب والنمبر اوف اتوم؟ بعد الارقام اللي بعد العناصر. برافو عليك. يلا هنا يلا عد لي كام اليمنت؟ AlCO. كام اليمنت؟ 3. يا حبيبي طالما قال لك نمبر اوف اليمنت فكك دي، فككها. اسمع يبقى كام اليمنت؟ 3. طب تعالى نعد الايه؟ الاتوم. ريتاج ركزي. بص هعد الاتوم ازاي؟ بعد الارقام اللي بعد العناصر. الالومنيوم بعديه كام؟ 2. اسمع بقى الحته الصايعه دي. مين يقول لي الكربون كام؟ الكربون 3. ازاي يا مستر؟ هي مش ال 3 دي مضروبه في كل اللي جوه؟ الكربون ب 1، 1 في 3 بكام؟ ب 3. البت دي مش معايا. تاني، الكربون بكام؟ ب 1. اضربه في اللي بره كله ب 3، يبقى 3 تايمز 1 بكام؟ 3 بلس. كده الاو بكام؟ ب 9. يا مستر 9 ازاي؟ هو مش المفروض ده 3 و3 المفروض 6؟ لا يا حبيبي ده ملتبلاي. 3 ملتبلاي 3 ايكوال كام؟ 9. كده يبقى المجموع كله كام؟ 14. يلا هات لي النمبر اوف اليمنت والنمبر اوف اتوم هنا. يلا كام اليمنت؟ ادي 1 2 3 4. يبقى النمبر اوف اليمنت كام؟ 4. ماليش دعوه بالارقام. هات لي يلا الاتوم.
بعد الارقام. النيتروجين بكام؟ ب2. الهيدروجين بكام؟ 8. ممتازه. الكربون بكام؟ 1. الاكسجين بكام؟ كده يبقى الاجابه برضه 14. صعب يا جماعه؟ نعم. الاولى تاني، وانا بعد الاتوم بعد الارقام اللي بعد العناصر. انت عايز الاتوم صح؟ اللي هي دي مش دي، دي صح؟ تاني، الالومنيوم بعد كام؟ يعني لما اسالك اقول لك الالومنيوم كام؟ قولي لي 2. طيب الكربون كام؟ مش ده كله مضروب في البراكت ب 3؟ يبقى الكربون لوحده كربون واحد مضروب في 3 يبقى بكام؟ ب 3. طب الاكسجين بكام؟ ب 3. 3 ملتبلاي 3 مش 6. خلاص؟ امتى تبقى 6؟ لو كان ده 2. 2 باي 3 ايكوال 6. خلاص؟ طيب اخر حته وخلصنا. اخر حته، اخر حته عندنا في الدرس يا جماعه. بعد ما بيطلب منك النمبر اوف اليمنت والنمبر اوف اتوم بيطلب منك حاجه لطيفه قوي. مالك يا توته؟ ماشي. بعد ما بيطلب مني النمبر اوف اليمنت والنمبر اوف اتوم بيعمل حاجه عظيمه جدا. بيقول لي بقى عايز التايب اوف كومباوند. انا عارف ان انتوا تعبانين عشان اول يوم النهارده مدرسه. التايب اوف كومباوند انواع المركبات. انواع المركبات. مش احنا عارف نعرف نعمل كومباوند؟ يبقى تاني، طول ما هحس ان الناس مش مركزه معايا هعيد تاني. اسكت. انا مش طالب منك انك انت تسكت. اسمع. يبقى كده لما بيقول لي اعمل لي كومباوند بعمل ايه؟ ماس. بعمل ايه؟ ماس. لو عنصر عادي برجع لكلمه اسمها هصب في كل. انت بتعمل ايه؟ بيعد مين اللي في مدرستي ولا لا؟ بطل يهطل وركز معايا. تاني، لو عنصر عادي هرجع لكلمه اسمها هصب في كل. لو عنصر عادي هرجع لكلمه، لو عنصر عادي هرجع لكلمه اسمها ايه؟ هصب في كل بلد. لو عنصر عادي هرجع لكلمه اسمها ايه؟ هصب في كل بلد. ايوه ركز كده. طب لو اتوميك جروب ارجع لكلمه اسمها كسب. ارجع لكلمه اسمها ايه؟ ارجع لكلمه اسمها كسب. طيب ده كده عملت الكومباوند. بعد الكومباوند ما عملته وعملت المقص وربنا كرمني الحمد لله ووفقني الى ما يحبه ويرضاه. هعمل ايه بعدها؟ لو طلب مني النمبر اوف اليمنت هعمل ايه؟ هعد العناصر. لو طلب مني النمبر اوف اتوم هعمل ايه؟ هعد الارقام اللي بعد العناصر. وكده احنا خلصنا. فاضل اخر حاجه تايب اوف كومباوند. جه سالني بقى قال لي الكومباوند ده نوعه ايه؟ انواع الكومباوندات 4 ودول سهلين خالص، هياخدوا في ايدينا بالظبط 10 دقايق. هما الاسيد والالكالاين او البيز والاوكسايد والسولت. بس احنا ناخد اول 2. لا انت هتاخدهم كلهم. هتاخدهم كلهم. بس يا جماعه الاسيد والالكالاين الدرس الاولاني الثاني، والاوكسايد والسولت الدرس الثالث. بس احنا هناخدهم كلهم دلوقتي. معلش. الاسيد دايما بيبدا باتش. الالكالاين بينتهي باتش. طب والاوكسايد ينتهي بO. يا مستر ينتهي بO يعني ايه؟ يعني اتوميك جروب اخره O؟ لا، O بس. زي MgO، زي CO2، زي FeO. اي حاجه اخرها O بس يبقى اسمها اوكسايد. طب لو حاجه غير الثلاثه يبقى اسمه سولت. بمعنى صح اي بوزيتيف مع نيجاتيف، اي حاجه بوزيتيف مع نيجاتيف اسمها سولت. اكتب وقول لي ده اسيد ولا الكلاين ولا اوكسيد ولا سولت. يلا بينا. يلا بينا. لو جيت قلت لك HCl ها؟ عايز اسمع الناس. اسيد ولا الكلاين ولا اوكسيد ولا سولت؟ اسيد. NaOH. KOH. الكلاين صح عشان اخره ايه؟ OH. FeO. اوكسايد. MgO. اوكسايد صح كده؟ طب لو جيت قلت لك CaO. طب لو جيت قلت لك H2SO4. اسيد. بدأ ب H. ركزوا يا بت، ركزي. NaCl بدأ ب H؟ لا. انتهى ب OH؟ لا. انتهى ب O؟ لا. يبقى سولت. طب لو جيت قلت لك CaCO3.
سولت يا مستر، ده اخره او. لا ملناش دعوه، ده اتوميك جروب عامله على انه ابراهيم، يبقى ده سولت. فهمتوا؟ افتح كتابك. ايه يا قلبي؟ ايه؟ الواجب بقى. ايوه مستر قول لنا الواجب. هقول لك كل حاجه دلوقتي. ده اللي احنا خدناه يا جماعه، دول الاتوميك جروب اللي عندنا حفظ. هيجي في الكويز اه. ايه؟ بقول لك الكتاب ده حلو قوي. اسمع يا فنان، ماشي. اسمع يا استاذنا، دول الاتوميك جروب اللي هيجوا في الامتحان الحصه الجايه، في الكويز الحصه الجايه. خلاص تمام. تاني يا جماعه، احنا قلنا ان الاسيد بيبدا بايه؟ موجودين يا حبيب قلبي في الفيديو الاولاني اللي نزل. الاسيد بيبدا بايه؟ باتش. الالكلاين بينتهي بايه؟ او اتش. طيب هنا بيعلمك ازاي تقدر تعمل كومباوند. هي يا جماعه الطريقه اللي قلت لك عليها بتاعت طريقه المعاصر. بص طريقه المعاصر، بص جايب لك ايه الطريقه اللي احنا مش هنمشي بيها. جاب لك الهيدروجين بوزيتيف اتحد مع النيتريت فبقى اسمه نيتريك اسيد لانه بدا باتش. فبص كده هنا بيعلمك بالظبط انت هتعمل ايه. دي الطريقه اللي انا قلت لك عليها بتاعت المعاصر. هو عايزك تخلي البوزيتيف قد النيجاتيف. فبص هنا بيقول لك ايه؟ انا عندي اتش، بيقول لك ان انا عندي اتش هنا وعندي اس او 3 اس 3 نيجاتيف 2 والاتش بوزيتيف 1، يبقى انا محتاج اتش كمان صح؟ عشان يبقى البوزيتيف قد النيجاتيف. احنا كنا بنعمل كده ولا كنا بنعمل مقص؟ مالناش دعوه بيه اهو. ادي الاتش اهي وادي الاس او 3 اهو. كنا بنعمل ايه؟ ده مونوفيلنت وده دايفيلنت. اعمل مقص يبقى اسمه اتش 2 اس او 3. شفت هي جت من عندنا معانا بسهوله ازاي؟ اهي جت معانا بكل سهوله، مش محتاجين نعمل اللي هو عمله ده كله. خلاص؟ يبقى خطوه المقص اختصرت علينا وقت طويل قوي. طيب طبعا هنا بيعرفك امثله على الاسيد. الامثله بتاعت الاسيد اهو، زي هيدروكلوريك اسيد، زي هيدروبروميك اسيد، زي هيدروسلفوريك اسيد. كل دي يعتبر اسمها اسيد. ممكن يجيب لك اسيد مع اتوميك جروب زي نيتريك اسيد، زي سلفوريك اسيد، زي فوسفوريك اسيد. طب يلا ممكن لو سمحت نعمل الفوسفوريك اسيد. يلا فوسفوريك اسيد يلا نعمله يا رجاله، يا رجاله. ممكن لو سمحت نعمل الفوسفوريك اسيد. يلا اي اسيد بيبدا بايه؟ اتش. رحت كاتب اتش. فوسفيت، فوسفوريك دي يعني فوسفيت، رمز الفوسفيت ايه؟ بي او 4. يلا بدأ باتش، ده عنصر عادي احطه تحتيه كام؟ 1. الفوسفيت سي اس دايافيلنت وبي ترايافيلنت يعني ثلاثي زي الالومنيوم. اعمل مص يبقى يدينا اتش 3 بي او 4 صح كده؟ اهي شفتوها؟ من غير ما اقعد احفظ، يبقى انا اقدر اعملها من غير ما احفظ بالعقل. اتش 3 بي او 4 وصلت؟ عرفنا ازاي نقدر نعمل كومباوند؟ كل ده طبعا امثله على اللي احنا خدناه كله. هنقف طبعا يا جماعه لحد هنا. الواجب الهوم ورك صفحه 18 بس.